تخيل إنك ماشي في مدينة بيزا الإيطالية وفجأة تلاقي قدامك برج ضخم. من بعيد شكله عادي بس أول ما تقرب تكتشف إنه مايل بشكل غريب. والأغرب إنه واقف كده من مئات السنين، لا وقع ولا استقام. الناس أول ما يوصلوا عنده بينسوا كل حاجة ويقفوا يتصوروا كأنهم بيسندوه. لكن محدش بيسأل إيه الحكاية الحقيقية ورا الميل ده. ليه البرج ما وقعش لحد دلوقتي؟ وإيه اللي يخلي ملايين الناس يزوروه كل سنة وكأنه معجزة؟ قصة برج بيزا مش مجرد حكاية مبنى مائل، دي قصة مليانة غرايب وأخطاء هندسية وتجارب علمية غيرت تاريخ الفيزياء. وبرج كاد يتدمر في الحرب العالمية لكنه خرج منها وكأنه محظوظ عنده عمر طويل. استعد لأن اللي جاي مش مجرد تاريخ، اللي جاي رحلة مثيرة في قصة أشهر برج مائل في العالم، برج بيزا. بس قبل ما نكمل حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك والشير للفيديو. في القرن ال12 مدينة بيزا الإيطالية في أقوى قوتها، مدينة غنية مليانة تجارة وسفنها بتسافر لكل مكان في البحر المتوسط. الناس وقتها كانوا عايزين يسيبوا بصمة معمارية تخلد اسم مدينتهم للأبد. المشروع كان ضخم ومحدش كان يتخيل إن بعد سنين هيبقى معلم عالمي يزوره ملايين البشر. المهندسين صمموا البرج على الطراز الروماني، اختاروا الرخام الأبيض علشان يدي منظر مبهر يخطف العين. والخطة كانت إنه يتكون من 8 أدوار يرتفعوا سوا بشكل متناسق ومهيب. في سنة 1173 بدأ البناء، الحجارة ترصت فوق بعضها والعمال اشتغلوا بكل جهدهم. في البداية كان واقف مستقيم زي أي مبنى تاني وكل شيء كان ماشي تمام. 5 سنين عدوا والبرج وصل لارتفاع 3 أدوار، لكن فجأة البرج بدأ يميل ناحية واحدة. كان ميل بسيط في الأول لكنه واضح للعيان. المدينة كلها اتصدمت، ازاي مبنى بالحجم ده يختل توازنه من البداية؟ المهندسين وقفوا في حيرة. السبب كان التربة، الأرض اللي اتبنى عليها البرج طرية أشبه بالإسفنج، ما قدرتش تتحمل وزن آلاف الأطنان من الحجارة. المشكلة بقت خطيرة، لو استمروا في البناء البرج ممكن ينهار بالكامل، ولو وقفوا هيبان قدام الناس إنه مشروع فاشل. القرار كان صعب لكنهم قرروا يوقفوا البناء، مش يوم ولا شهر لكن 100 سنة كاملة. البرج اتساب ناقص ومايل بشكل واضح. طوال قرن كامل البرج واقف في نص الميدان شاهد على مشروع معلق. الناس كانت بتشوفه كأنه علامة على خطأ هندسي كبير، لكن الحقيقة ده كان مجرد بداية لحكاية أعجب وأغرب. بعد ما البرج اتساب 100 سنة واقف نصه بس، جه جيل جديد من البنائين. الناس في مدينة بيزا ما قدروش يتحملوا منظر البرج الناقص، فقرروا يكملوا المشروع على أمل يلاقوا حل يخلي المبنى يستقيم. في سنة 1272 رجع العمال للشغل. الفكرة اللي خطرت على بال المهندسين وقتها غريبة شوية. قالوا طب ما نكمل الأدوار ونخلي وزنهم في الاتجاه العكسي للميل، يعني بدل ما البرج مايل يمين نزود الأحمال ناحية الشمال علشان يتوازن. وفعلا اتحطت 4 أدوار جديدة فوق التلاتة اللي كانوا مبنيين، لكن بدل ما يتعدل الميل زاد أكتر. الناس وقتها كانوا شايفين كل محاولة للإصلاح بتزود المشكلة، لكن برضه محدش يستسلم. قالوا نكمل الدور الأخير ونقفله يمكن ده ينقذ الموقف. في سنة 1372 اتبنى الطابق الثامن. البرج بقى بارتفاع 56 متر تقريبا وميل حوالي 5 درجات. الكل في المدينة بقى متأكد إن سقوطه مسألة وقت. لكن الغريب إن البرج ما وقعش، فضل ثابت كأنه متحدي قوانين الطبيعة. الناس بقوا يتعاملوا معاه كأنه لغز. إزاي مبنى وزنه آلاف الأطنان ومعامله واضح يفضل واقف من غير ما ينهار؟ ومع مرور السنين اللغز ده بقى هو سر شهرة البرج. القرون عدت وبرج بيزا لسه واقف. الناس اعتبروه تحدي للطبيعة، لكن الحكومات الإيطالية شافته خطر حقيقي. أي لحظة ممكن ينهار ويضيع معلم تاريخي كبير. في القرن العشرين ظهر حاكم إيطاليا بينيتو موسوليني. موسوليني كان شايف إن برج مايل بالشكل ده فضيحة معمارية. قرر إنه لازم يتعدل ويتحول لمبنى مستقيم زي أي برج. أمر بصب كميات ضخمة من الأسمنت تحت الأساسات. الفكرة إن الأسمنت يقوي التربة ويعدل وضع المبنى، لكن اللي حصل كان كارثة جديدة. الأسمنت زود الحمل على التربة والنتيجة البرج غاص أكتر في الأرض وزاد ميله بدل ما يستقيم. التجربة دي علمت الإيطاليين إن العشوائية مش هتنفع، وإن أي خطأ ممكن يكتب نهاية البرج للأبد. مرت السنين لحد ما الحكومة الإيطالية قررت تاخد خطوة جادة. في سنة 1964 أعلنوا للعالم إنهم محتاجين خبراء من كل مكان يساعدوا في إنقاذ البرج.
مئات المهندسين والعلماء شاركوا بأفكار وحلول، لكن الكل اتفق على حاجة واحدة: البرج مستحيل يرجع مستقيم. الحل الوحيد نحافظ عليه مائل بس ثابت. بعد سنوات من النقاش اتقرر إغلاق البرج سنة 1990. الزوار اتمنعوا يدخلوا والعمال بدأوا يشتغلوا حوالين الأساسات. إزاي؟ جابوا كتل ضخمة من الرصاص وحطوها في الناحية العكسية للميل علشان تعمل توازن، وكمان شالوا كميات من التربة من تحت الجهة العليا للبرج. العملية كانت دقيقة جدا، أي خطأ ممكن يوقع البرج بالكامل. فضلت التعديلات دي شغالة سنين طويلة، وأخيرا في 2001 أعلنوا إن البرج بقى ثابت وآمن للزيارة. الخبر انتشر في العالم كله. الغريب إن كل المحاولات لإعادة مستقيم فشلت، لكن الفشل ده نفسه كان سر نجاحه، لأن لو كانت عدل ما كانش هيبقى برج بيزا المائل، وما كانش هيجذب ملايين السياح زي دلوقتي. برج بيزا ما كانش مجرد مبنى مائل، ده كمان كان مسرح لتجربة علمية غيرت نظرة العالم للفيزياء. في القرن السادس عشر عاش في إيطاليا عالم مشهور اسمه جاليليو جاليلي. العالم ده كان فضولي بطبعه، وما يحبش يقبل أي فكرة من غير ما يختبرها بنفسه. في الوقت ده كان العلماء مقتنعين بحاجة غريبة. قالوا لو رمينا جسمين من ارتفاع عالي، واحد تقيل والتاني خفيف، أكيد الجسم التقيل هيوصل الأرض قبل الخفيف. لكن جاليليو اعترض، قال الكلام ده غلط، الجسمين هيوصلوا في نفس اللحظة بغض النظر عن وزنهم. الناس استغربوا، ازاي يعني قطعة حديد وزنها 10 كيلو تسقط بنفس سرعة قطعة وزنها كيلو واحد؟ جاليليو قرر يثبت كلامه. اختار برج بيزا المائل علشان يكون مسرح للتجربة. البرج عالي والناس كلها متجمعة حواليه، المكان مثالي. في يوم محدد دعا علماء ومفكرين وناس عاديين يشوفوا بنفسهم. وقف قدامهم ومعاه قطعتين معدن، واحدة تقيلة وواحدة خفيفة. جاليليو طلع لحد قمة البرج، وبحركة واحدة رمى القطعتين مع بعض. العيون كلها ركزت على الأجسام وهي بتنزل بسرعة، وفي لحظة الاصطدام القطعتين لمسوا الأرض في نفس الوقت بالضبط. الناس وقفوا مبهورين. الفكرة اللي كانوا مقتنعين بقى لقرون اتكسرت قدام عينيهم. التجربة دي أثبتت إن سقوط الأجسام مش مرتبط بوزنها، لكن بالجاذبية. ومن هنا اتفتح باب جديد في عالم الفيزياء. برج بيزا المائل موقفش عند كونه معجزة معمارية أو مسرح للتجارب، كمان كان شاهد على أحداث الحرب العالمية التانية. أيام الحرب العالمية التانية إيطاليا كانت ساحة قتال. القوات الألمانية استخدمت برج بيزا كنقطة مراقبة. الارتفاع والميلان ادوهم ميزة استراتيجية. لما الحلفاء قربوا من المدينة جالهم أمر واضح: دمروا كل موقع ممكن يستخدم العدو. وده معناه إن البرج المائل كان في خطر كبير. جندي أمريكي وصل لحد البرج علشان يحدد الهدف، لكن لما شاف المبنى قدامه تردد. جمال البرج كان أقوى من أوامر الحرب. القرار اتاخد البرج يفضل واقف. يمكن دي أكتر لحظة حسمت مصيره. النهاردة برج بيزا بقى واحد من أشهر المعالم السياحية في العالم. ملايين الناس بيزوروه كل سنة، كل واحد فيهم لازم ياخد صورة وهو بيسنده. اتحول من خطأ هندسي لمصدر فخر للإيطاليين. شاركونا رأيكم في التعليقات. ايه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها، اكتبوها في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.